لو بتقفي على الميزان ما بيتحركش، الحاجات دي كلها كتير جدا بقول للناس شيلوا الميزان من وشكم. لما بلاقي الناس يعني بلاقي واحدة خلاص بقى الميزان بقى بتقف عليه مرتين ثلاثة في اليوم بقى، والصبح وبالليل وحاجات كده، وهتبتدي تحبط. لا، مش عايزين الميزان ده خالص. احنا بنحسن صحتنا الاول، والميزان ده هيجي ما نقلقش عليه ولا نهتم امتى. هيجي. فده اللي احنا لو احنا بناكل اكل صحي وماشيين في الطريق، نتحرك ومهتمين بصحتنا النفسية ومبسوطين، نزول الوزن هيجي وما نهتمش هيجي امتى وقد ايه. هو هيجي لوحده. وساعات كتير التركيز قوي ده بيعند الجسم، بيعند. جسمنا ذكي جدا وبيفهم النوايا والاحساس نفسه، بيوصل لكل اعضاء الجسم. فما نركزش بتركيز زياده عن اللزوم. عايزين ننزل وزننا، خلاص هياخد وقته. المهم ان احنا بس نظبط صحتنا، والحاجات اللي باظت في سنين مفيش زرار سحري هعمل دايت النهارده ولا اسبوع ولا شهر حتى وهلاقي نفسي رجعت زي ما انا. لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها كده. على قد ما الوزن قاعد معايا، فضل قاعد معايا، على قد ما هو هينزل بصعوبه. ما مسك فيا خلاص. ف فخلي عندنا صبر، ودي اهم حاجه. لان تلات ارباع الناس ما بتكملش وما بتخسش عشان بيبقوا مستعجلين. مفيش استعجال في الموضوع ده، بناخد وقتنا. وكمان النزول السريع جدا مش كويس على الصحه. يعني مش كويس على الصحة ولا كويس على شكل الجسم ولا أي حاجة. فالنزول البطيء هو الأحسن. فأحسن إن أنا أدخل يعني أعمل عادات صحية وأكل صحي وأمشي فيه وما اهتمش بالوزن، لأنه هينزل زي ما احنا قلنا. وأمشي في الطريق ده على طول، خط مستقيم، ولا أبص يمين ولا أبص شمال ولا أبص على الميزان. الميزان يعمل اللي يعمله، بس أنا ماشية في طريق.